بسم الله. مرحبا بكم مشاهدي قناة النجم. سعيدين انه في سهرة اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. اليوم الثالث وسعيدين من كل يوم حي لحد خامس يوم عندنا سهرات مميزة. لكن اليوم عندنا مفاجأة حقيقة جميلة، وهي عضو أيضا مشارك ثابت عندنا في قناة النجم لنا منها بطولة. سعيدين جدا احنا اليوم معانا زول فنان، وفنان جميل حقيقة، يمتلك مقدرة عالية في التطريب والتعبير وعن الحضور المسرحي. بنتنا السحر كمال، مرحبا بك. اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب، تعاد عليك بالصحة والعافية ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. وقناة النجم ان شاء الله من اجمل القنوات وارغب القنوات ان شاء الله. الله يبارك فيك، تسلمي كثير جدا. عندنا اعضاء الفرقة الموسيقية، فرقة بسيطة لكن بتساوي عندنا فرق كبيرة جدا، وانا سعيد انه يكون الفرقة بقيادة اخونا رئيس شعبة الموسيقى بالنادي السوداني، والأخ الموزع والموسيقي المعروف تاج عبد الوهاب. أستاذ تاج، كل سنة طيب يا أخي. وأنت طيب إن شاء الله. مرحبا بك كثير، الله يعافيك، شرفتك. إن شاء الله. واحد من المشاركين ممكن يقول يعيد عليكم للمرة الثانية، أخونا الأستاذ محمد الناجي، مرحبا بك. كل سنة وأنت طيب وأنتم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. على البيانو الأستاذ المشارك دائما برضه لا له غيبة مننا، لكن ما بيبخل علينا كتر خيره، أخونا عوض إدريس. يا أستاذ مرحبا بك. السلام عليكم جميعا، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله السنة الجاية يكون أحسن ما يكون بإذن الله. البداية إن شاء الله تكون جميلة جدا، وأغنية من أغنيات العملاق أستاذ اسماعيل حسين. نستمع صديقين إن شاء الله.
وأنا من هنا سرتاج أنا أهدي تحياتي للفرقة القديمة أستاذ عثمان حسين تحديدا، يعني كل الإخوة ربنا يطول في عمرهم، والشيخ العبيد إبراهيم كتبا والزمزمي بكري وعبد الله بكري وكل الناس أي يرحم الأموات، أستاذ محمدية وعربي وعدد كبير. إحنا تدربنا تحت أياديهم حقيقة. وبالمناسبة أنا أرشح لأخونا رئيس الاتحاد أستاذنا نجم الدين الفاضل، احنا نتحدث طبعا كل المسير يعني اليومين دي داخل الاتحاد عن الأعمال الجادة والشباب الجادين، وأنا بعتقد يعني وهذا رأي شخصي وأكيد أنتم حتقدروه جدا
وهذا هو الصوت اللي تسمعوه. واحدة من الناس اللي نحن نقترح انه يكون عندها يعني عضوية في اتحاد المهن الموسيقية لتناول الجاز والأعمال الخاصة. وعندنا أسئلة حتكون قدام الأستاذ التاج إن شاء الله، وحوار إن شاء الله في نفس الحلقة يكون مفيد للآخرين. بمناسبة ذكري للجنة الموقرة أستاذنا نجم الدين الفاضل، سمعتك مرة بتغني وحشاني. ايوه نعم. رأيك شو بتقدم علينا؟ ان شاء الله. اسمع معنا يا أستاذ. أيوه.
يا مكتشف الروائع. حبيك يا أستاذ. كيف حالك؟ حبيك الله يكرمك. يا اخي فرصه طيب انت تاني. إن شاء الله. انا حقيقه يعني عارفك، يعني نشاطك من السودان، نشاطك هنا كمشرف على النادي السوداني، ونشاطك كله واهتمامك بالحاجه ما شاء الله. دي حته جميله جدا تكتشف لنا دول زي سحر، ولو ان شهادتك فيها هي مجروحه، لكن حقيقه بنحتاج لحاجات مهمه جدا في رؤاك انت لاختيارها وللعمل عليها. حدثنا شويه. مرحبا بك يا استاذ، وانا اغتنم الفرصه دي اولا اهني نفسي واسرتي وكل الشعب السوداني بحلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا باليمن والخير والبركات. وان شاء الله يعني السنه الجايه او العوام الجايه ان شاء الله يكون سوداننا في امن وسلام وتنميه باذن الله. وحقيقه انه يمكن تكون يعني شهادتي في سحر مجروحه، ولكن اضطريت ان انا اقوم اجهز كلمه عشان اقولها في حق الشاب الفنانه سحر كمال. فعموما لما نتحدث عن الفن فنحن لا نتحدث عن مجرد ألوان أو أنقام، بل نتحدث عن سحر خاص يغير نظرتنا للحياة. واليوم نحن في حضرة فنانة جميلة شابة اسمها لم يكن مجرد صدفة، بل هو اختصار لهويتها الإبداعية. الفنانة سحر كمال الدين هي تلك الريشة التي ترسم الأمل والصوت الذي يتردد في وجداننا بصدق، لقد استطاعت وببراعتها أن تحول العادي إلى استثنائي، وأن تلمس قلوبنا قبل عقولنا. وشكرا لأنك جعلت عالمنا أكثر جمالا وعمقا بوجودك وبأدائك الطيب الرائع. وأتمنى لك يعني من كل القلب مزيد من التقدم والازدهار والتطور بإذن الله. والتحية والتجلة برضو ومن القلب الأخ العزيز الغالي حسن الماحي. الله يعافيك. الله والدكتورة يعافيك. نهى. شكرا جزيلا لكم وشكرا الدردة. لإتاحتكم لنا هذه الفرصة الجميلة، وخلي ده يدنا من الله يسلمك. ده واجب حب طبيعي بيناتنا. والله نحن نشكر جدا على هذه. الله يعافيك. برضه الشكر جميل الله للأخ الجميل يعافيك. عازف الأورك عوض الله إيس، والابن الجميل محمد الناجي. يا سلام. هذا الجمال. وأنا سعيد جدا جدا لي إنه أنا أكون موجود يعني حضرتكم. الله يحفظك. الفنانة الجميلة سحر. أشكرك يا أستاذ. هذا شرف جميل. إحنا نحترمه ونقدره، ويا ريت دون حاجة بتخص الحياة. نحن الحياة. لحن الحياة
سهل، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. انا بتذكر ايام نحن كنا في كامبريدج طبعا. الميوزك، عند الميوزك كنت استاذ علوم ايوه في درمان. نعم. هل في علاقه ما بين الموسيقى والتدريس، ولا بين التدريس والموسيقى؟ طبعا يعني التدريس بينظم، بيعلم، بيهذب، وكذلك الغناء يعني بيعلم وبيهذب وبينظم حياتك. والغنى هو توصيل يعني رسالة للحبيب، للوطن، للأم، للأب، للأخوان، للوجدان، لكل شيء. كذلك التدريس برضو توصيل رسالة لمعلومة للطلبة، تحس انك انت بتعمل في حاجة جميلة. صحيح. ومش عشان كده انت بتكون منظم، يعني منظم في حياتك. انت الستيب بعدين هتعمل شنو، الحاجة الثانية الخطوة الجاية بعدها هتعمل شنو، الأغنية الجاية شنو المفروض تكون شنو كده. صحيح. انت عندك في اختيارات، كنت في الغنى مراكب تختار، وكل استاذ التاج هو اللي بيختار. بالنسبة للغنى لما تقول تختار غنى، بتختاريه كيف؟ بمزاجك؟ بتعجبك الغنى، ولا في مقترحات احيانا تمشي تتمرن عليها؟ الصراحة أنا زمان على حسب المواقف يعني. ايوه. يعني أكون حزينة بسمع أغنية حزينة تخش وجداني بغنيها، بلقى روحي تاني يوم غنيتها. ايوه. يعني من خلال كلمات الألحان كده. ايوه. بعد ذاك بعد ما أستاذ التاج يعني كان معاي، وهو كان دي اختياراته يعني. ايوه.
اللي هي للتطوير يعني لدراسة. ايوه كدراسة يعني صحيح. كمشروع يعني. ايوه صحيح. فالحمد لله يعني. والله ما شاء الله مشروع ماشي كويس انا شايف. يعني ومزيد ماشي كويس. التوفيق يعني ان شاء الله لك ونسمع إن شاء الله. كل خلي قدام. طيب انا مره زي هناك كنا بنعمل شغل احنا في شعبة الموسيقى في كل المدارس الثلاثة خرطوم وواحد من درمان تنافسي كان في عندنا يوم انترناشونال داي وعندنا يوم الناشونال داي. فالناشونال ده كنا بنقدم حاجات تراثية من شرق السودان من غرب السودان كده. سمعتك مرة بتغني حاجة يا راري. نعم. كده شو اسمها شنو؟ اسمها الله الحنون. سألتك الله يرحمه. آمين يا رب.
احنا الليلة ليتونا شجن وجمال حقيقة والله، وأنا سعيد بهذا التنفيذ الراقي الجميل. اجبروا بخاطرنا حتى اقعدوا، انتوا عايزين تمشوا ونحن عايزين المستمع يعيش معانا لسه، ولازم تكون عندنا لقاءات ان شاء الله بعد العيد من قناة النجم. كلنا فنانين وكلكم فنانين، واي اديب فنان واي شاعر ورسام، كلنا اليومين دي احنا في شوق للجمال يطفي نيران البعد فالاشواق حقيقة. فرأيك شنو في خاطرك الغالي؟ ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله إحنا سهراتنا مستمرة لحد 5 يوم في العيد، وبنعلن عنها عشان الناس إن شاء الله تواصل للخبر الكريم إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا.